إزاي تبدأ إنشاء أكاديمية للإرشاد الأسري والاستشارات؟ إن شاء الله هكون موجود معاكم في برنامج وعي الأكاديميات التعليمية. هنتكلم مع بعض في 10 نقاط إن شاء الله بإذن الله، كل نقطة مهمة جدا، حتى المقدمة والخاتمة. الخاتمة فيها مفاجأة كويسة، والمقدمة فيها وصف لازم تفهمه كويس جدا. هتكلم معاك في 10 نقاط، كل نقطة بتبني ليك جزء مهم جدا من الأكاديمية. أول نقطة معانا وهي الأكاديمية، تاني نقطة معانا تعريف الأكاديمية. وزي ما قلنا وبنقول دايما إن تعريف الأكاديمية من أهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها، وده لأن كل أكاديمية وليها تعريف خاص بيها، والتعريف اللي خاص بالأكاديمية بيخليك تبقى فاهم كويس قوي انت بتعمل ايه وعايز توصل لإيه. تالت نقطة معانا وهي مسارات التخصص. مسارات التخصص ديت ليها علاقة بنوع الأكاديمية نفسه. يعني أكاديمية الإرشاد الأسري إيه المسارات الداخلية اللي موجودة فيها، وإيه المسار اللي حضرتك المفروض تبدأ بيه. أما النقطة الرابعة معانا وهي نقطة خطوات إنشاء الأكاديمية التعليمية. النقطة الخامسة بكلمك على الميزانية بشكل واقعي جدا. النقطة رقم 6 بكلمك على أخطر المشاكل، وأخطر المشاكل ديت رصدناها من الاستشارات اللي كانت بتجيلنا. رقم 7 التسويق وبناء الثقة، وطبعا ده أنا عارف إن كل الناس بيدور على النقطة ديت ويكون عنده تساؤلات كبيرة جدا، بس صدقني حاول تشتغل معايا من أول نقطة لآخر نقطة علشان تفهم النقطة رقم 7 بتاعت التسويق. رقم 8 بناء النظام الداخلي بتاعك. رقم 9 قواعد النجاح، ودي قواعد اختصرتها لك عشان تحطها قدامك وانت شغال، وان شاء الله هتكون سبب في نجاحك في الأكاديمية بتاعتك. واخر حاجة معانا وهي المفاجأة اللي هي في الخاتمة. خلينا نبدأ معاك على طول بالمقدمة، وخلينا افهمك نقطة مهمة جدا، وهي ان أكاديمية الإرشاد الأسري والاستشارات بتستهدف فئة خاصة جدا، وبتستهدف أهم لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي كله، وهي الأسرة. علشان كده لازم تستشعر وانت شغال ان انت بتستهدف وبتلمس أهم جزء من أجزاء العالم الإسلامي كله، وهو الأسرة المسلمة. يعني حضرتك مش داخل المشروع ده علشان بس تكسب فلوس، او علشان هو حاجة استثمارية بحتة، او علشان خاطر انا شايف نفسي في المجال ده. لا، الموضوع اكبر من كده شويتين تلاتة. حضرتك الكلام اللي بتقوله بيهدم اسر او يبني اسر. الكلام اللي حضرتك بتقوله فعلا العميل بتاعك محتاجه مش بس عشان يسمعه، محتاجه علشان يقدر يعيش. المشاكل الأسرية ممكن تكون سبب لدمار مجتمع كامل. ليه مجتمع كامل؟ لأن المشاكل الأسرية والصعوبات الأسرية فيها عنصر الأب وعنصر الأم وعنصر الأبناء، كل واحد فيهم هم عناصر أساسية للمجتمع كامل. هو المجتمع عبارة عن نساء ورجال وأطفال، دول موجودين جوه أسرة مقفولة عليها باب. الوحيد اللي بيخشه حضرتك لما بتخش معاهم الباب ده بتكون سبب لبناء أسرة واعية فعلا، أسرة قادرة تتخطى كل المشاكل بتاعتها. أو لو حضرتك داخل علشان استثمار فقط، بتكون سبب لدمار هذه الأسرة. علشان كده يا صديقي خد بالك، انت مش داخل مشروع، انت داخل رحلة حياة. رحلة فيها بتكون بإذن الله سبب لإحياء أسرة بتكون فيها عدو للشيطان. عدوك الأول اللي واقف قدام عينك هو الشيطان. أكتر حد بيكرهك هو الشيطان، بس ده كراهية خاصة شوية، لأن هو بيكون وظيفته تدمير الأسرة، وحضرتك بتكون وظيفتك بناء الأسرة. علشان كده لازم تستوعب كويس جدا يعني إيه أكاديمية للإرشاد الأسري والاستشارات، ولازم أن تكون فاهم كويس جدا أهمية كل كلمة بتطلع منك قبل ما يكون المشروع ده مشروع استثماري وبيضخ فلوس وما شابه. لازم تكون مركز إنه هو مشروع بناء وعي، مشروع بناء مجتمع، مشروع خروج أطفال للعالم الإسلامي قادرين يعيشوا.
قادرين يكملوا حياتهم. وطبعا الإحصائيات اللي بنشوفها في كل حتة عن مدى تدمير الأطفال لصحتهم النفسية بسبب المشاكل الأسرية وبسبب الطلاق وما شابه كتير جدا، إحصائيات فعلا حزينة. علشان كده أهمية وجود أكاديميات خاصة بالإرشاد الأسري والاستشارات في غاية الأهمية. ولكن لازم ناخد بالنا إن هو مش مجرد مشروع استثماري كأنك جايب حاجة وتبيعها. الموضوع محتاج منك مذاكرة، محتاج منك دراسة، محتاج منك قبل ما تتكلم في أي حاجة لازم تكون فاهم أنت بتقول إيه. قبل ما تاخد أي شهادة وخلاص لازم تكون فاهم الشهادة دي بتعمل لك إيه، لأن حضرتك اللي هيخلي الناس تثق فيك والأسرة تثق فيك مش إن حضرتك حاصل على شهادة الدكتوراه في الإرشاد الأسري، قد ما الموضوع له علاقة بالثقة اللي تقدر تبنيها ما بينك وما بين هذه الأسرة، إن هم يقدروا إن هم يخلوك وسيط في حل مشكلة كبيرة، أو ياخدوا منك جملة يربوا بيها أطفالهم ويعيشوا بيها حياتهم. علشان كده يا صديقي، خطورة بناء أكاديمية للأسرة وأهمية بناء أكاديمية للأسرة أكبر بكتير جدا من فكرة إن أنا بعمل مشروع أكاديمي محتاج له تسويق ومحتاج له ميزانية ومحتاج له كذا ومحتاج له كذا. أنت بتشتغل على بني آدمين وعناصر أساسية في المجتمع. ويلا نخش على النقطة التانية على طول، وهي نقطة تعريف الأكاديمية. ليه بكلمك على فهم الأكاديمية وتعريف الأكاديمية؟ علشان تبقى فاهم حضرتك أنت بتعمل إيه وإيه هي الأكاديمية بتاعتك بالظبط. أكاديمية الإرشاد الأسري ليها طبعا أشكال كتيرة جدا، ولكن هي باختصار عبارة عن منظومة تعليمية زائد استشارات زائد تأهيل. ده أكتر اختصار نقدر نقوله في التعريف. يعني إيه؟ يعني أكون عندي في الأكاديمية بقدم برامج تدريبية، بقدم كورسات، بقدم حاجات لما قبل الزواج وما بعد الزواج وأثناء الزواج، بقدم حاجات خاصة بتربية الأطفال، بقدم كمان جلسات استشارات للناس اللي عندهم مشاكل من طلابي أو غير طلابي. ونقطة كمان مهمة وهي بأهل المتخصصين للتعامل مع الناس، يعني بخرج مستشارين أسريين، بخرج ناس شغالة في الاستشارات الأسرية. شفت أهمية وقوة الحاجات اللي احنا بنقولها؟ كل حاجة فيهم يعني فعلا تخوف واحنا بنتكلم فيها. القيمة الحقيقية اللي لازم تكون مستوعبها وانت شغال في الأكاديمية وتبقى فاهم الأكاديمية دي بتتكلم عن ايه، فاهم الأكاديمية كويس، هي انك لازم تكون فاهم فهم عميق جدا للمشاكل قبل ما تقول فيها رأيك، انك لازم توجه توجيه صحيح، انك لازم تعمل اصلاح للعلاقات بما يتناسب مع إرادة الله عز وجل من وصف لحياة الإنسان أو من كتالوج لحياة الإنسان قبل ما تقول رأيك في الموضوع. يعني تشتغل في الأكاديمية ديت بالقانون الأساسي بتاعك وهو القرآن والسنة. ما تدخلش الآراء الخاصة بيك كتير، تمام؟ ولو دخلت الآراء الخاصة بيك لازم تكون معتمدة على القرآن والسنة. طيب، يبقى زي ما قلنا إن الأكاديمية لازم أعرف هي بتعمل إيه. يعني إيه أكاديمية إرشاد أسري؟ قلنا أكاديمية يعني بعمل دورات، الدورات ديت بتفيد فئة معينة، الفئة ديت بيجي لي منها حاجات زي الاستشارات لازم أكون مستوعبها كويس وأنا بتكلم فيها. طيب، ده تعريف الأكاديمية بشكل كبير. لما نيجي نخش على النقطة الثالثة وهي المسارات أو التخصصات. أنا معنى أن أنا عرفت لك الأكاديمية بشكل كبير ده مش معناه أن حضرتك هتعمل كل الكلام ده أو أن الأكاديمية تكون متخصصة في كل الكلام ده. لا، لازم تسمع معايا التخصصات والمسارات علشان تعرف تاخد اللي يناسبك من التعريف واللي يناسبك من التخصص علشان تقدر تبدأ الأكاديمية الخاصة بيك. يبقى التخصصات داخل الأكاديمية أو المسارات داخل الأكاديمية في كذا مسار. أقدر أدمج ما بين مسار واتنين؟ أقدر أركز في مسار واحد؟ كل الموضوع أو كل الفكرة إنك تعرف حضرتك موجود فين بالظبط. يعني عندك مسار الاستشارات الأسرية. مسار الاستشارات الأسرية ده لوحده مسار كبير جدا وضخم جدا. تقدر تكون فقط بتقدم استشارات للأسرة، تبقى أكاديمية خاصة بالإرشاد الأسري مركزة على الاستشارات الأسرية. وممكن يكون عندك تربية الأطفال،
وممكن يكون عندك تأهيل ما قبل الزواج، وممكن كمان يكون عندك حل النزاعات، وممكن يكون عندك دعم نفسي للأسرة. تصنيفات كتير وفي أكتر من كده كمان. هل أنا ممكن أبدأ بيهم كلهم، ولا الصح إن أنا أبدأ في تخصص أو عنصر واحد أو مسار واحد منهم؟ كلامي دايما بيقول إن خلينا في مسار واحد في البداية لحد ما تثبت فيه نفسك وتقدر فعلا تعمل فيه حاجة، بعد كده زود المسارات اللي انت عايزها. يعني أكاديمية للإرشاد الأسري والاستشارات شغالة في الاستشارات الأسرية، ثم بعد كده دخل دورات، أو شغال في الدورات وبتدخل استشارات. طيب هنا اللي بيحكم على الموضوع قد ايه وجودك في السوق، او قد ايه خبرتك في السوق كبيرسونال براندنج او كاكاديميه تعليميه. فلو انت حد اصلا شغال في الاستشارات بقالك فتره وعندك دورتين ثلاثه وعايز تبدا تحولهم لاكاديميه، سهل الموضوع انك تدخل معاك استشارات وتدخل معاك كورسات او دورات تعليميه. طيب لو انت لسه بتبدا خالص من اول ما بكلمك انا دلوقتي، يبقى لازم تختار مسار او مسارين تبدا فيهم وتبقى فاهم نوع الأكاديمية كويس وانت شغال. وبكده يا صديقي كده اتكلمنا على المقدمة، واتكلمنا على التعريف، واتكلمنا على التخصصات. لازم تسمعهم كويس قوي علشان بدأنا نخش في الخطوات الجد شوية. تعال نتكلم بقى على خطوات إنشاء الأكاديمية بتاعتك. هنتكلم على خطوات واضحة وبسيطة وسريعة لبناء الأكاديمية بتاعتك، بس ده لا يعني أهمية إدراكك لما سبق. لازم تبقى فاهم ان الموضوع مش فكرة انك معاك فلوس تعمل اكاديمية او معاك شهادة تعمل اكاديمية. التخصص ده خطير جدا وبيمس حياة ناس كتير جدا، علشان كده لازم يا صديقي تذاكره كويس قوي قبل ما تبدأ. خطوات انشاء اكاديمية الارشاد الاسري والاستشارات. اول نقطة معانا، حدد جمهورك بدقة. ودي طبعا اهم نقطة في النقاط اللي خاصة بإنشاء الأكاديمية. يعني لما باجي أنشأ أكاديمية زي ما قلت لك، فهمت التعريف بتاعها واخترت الاستشارات الأسرية. الاستشارات الأسرية بتقول إن عميلك هو الزوج والزوجة. طيب تربية الأطفال بتقول إن عميلك ولي الأمر. النزاعات الزوجية بتقول إن عميلك الزوج والزوجة. تحديد عميلك مهم جدا في بناء الأكاديمية، لأن العملية التسويقية اللي هنتكلم فيها دلوقتي كلها بتقوم حوالين مين هو عميلك اللي هنخاطبه، وهنخاطبه ازاي. هل خاطب الطفل او ولي الامر اللي عايز يعمل دورات تربية لابنائه؟ هي نفس كلامنا مع ولي الزوج والزوجة اللي بينهم وبين بعض مشاكل، اكيد الموضوع مختلف خالص. فعشان كده حدد جمهورك بدقة وانت شغال. بلاش الجزء بتاع هساعد كل الناس وهساعد الأسرة كلها وعايز أعمل حاجات كتير. كل الكلام ده ممتاز وأنا فاهم ومقدر أهمية اللي انت بتقوله، ولكن اختار فئة معينة تقدر تفيدها علشان تقدر تخاطبها وتثق فيك. رقم 2 معانا في إنشاء خطوات أو خطوات إنشاء الأكاديمية بتاعتك، هي حدد النتيجة. يعني ايه حدد النتيجة؟ يعني حدد المخرجات بتاعتك. العميل ما بيشتريش منك خدمة، العميل بيشتري منك نتيجة، فلازم تقدم له النتيجة بشكل واضح جدا. يعني لازم تقول له بعد ما هياخد الدورة الفلانية او الكورس الفلاني، بعد ما يخلصه هيحصل على ايه. ولازم النتائج دي تكون مجربة بالنسبة لك علشان المصداقية والثقة. حتى كمان في الجزء اللي خاص بالاستشارات الأسرية، بلاش تقول أنا بقدم جلسات استشارات فقط. حاول تقول له فيما وراء الاستشارات، حاول تديله قصص وحكايات يكون فيها الكلام على بعد ما دخلوا مختلفين او بعد ما حصل خلاف ما بين الزوج والزوجة ودخلوا الاستشارة خرجوا بايه. علشان كده مهم انك تحدد النتيجة للعميل. بلاش الكلام العايم والكلام اللي هو شامل كل حاجة. انت حددت الفئة والفئة لقيتها زوج وزوجة، بعد كده جيت تكلمهم، كلمهم على النتيجة اللي هيوصلوا ليها. يعني عندكم خلاف معين خاص بكذا كذا كذا، فحضرتك لما تخرج ان شاء الله هيكون عندك ادراك كامل لمسؤوليات الزوج لمسؤوليات الزوجة وكيفية التعامل فيها.
إذا بتقول له النتيجة، مش بتقول له هو هيعمل إيه، لأن فكرة إن هو رايح يعمل استشارة ده أمر واضح جدا، لكن اللي مش واضح بعد الاستشارة هياخد منك إيه؟ فكرة إن هو جاي ياخد عندك كورس ما قبل الزواج دي كلمة واضحة جدا، لكن بعد ما يخلص هيستفيد إيه؟ هو ده اللي أنت محتاج إنك أنت تقوله له. يبقى حدد عميلك وحدد النتيجة. بعد كده هنتكلم مع بعض على صمم برنامجك الحقيقي. يعني ايه صمم برنامج حقيقي؟ صمم برنامج حقيقي رحلة للعميل أول ما يخش يمشيها معاك. يعني العميل ده هيعمل ايه؟ هل هيخش كورس؟ هل هيخش دورة؟ هل هيخش استشارة؟ طب لو دخل استشارة هل لما يخش هيبقى موضوع عبارة عن كلام بس؟ وللأسف النقطة دي فيها كلام كتير جدا. يعني الاستشارات الأسرية دلوقتي بقت أغلبها إن الشخص يخش يعني يفضفض ويطلع اللي جواه، ويبدأ المستشار الأسري يسمعه، وبعد ما يخلص يعني زي كانوا بيطبطب عليه وبيعدي الموضوع وخلاص. للأسف الناس عشان كده أعرضت عن فكرة الاستشارات الأسرية، ولكن ما شاء الله في ناس متخصصين في المجال وشفناهم وعاشرناهم وسمعنا عنهم. الناس دي كل خطوة عندهم بحساب. قبل ما بتخش عندك استمارة بتقيس نقاط معينة في العلاقة الزوجية، بيطلع الدرجة دي لما بيخش العميل أو بيخش الشخص اللي عايز يستشير، بيكلم المستشار الأسري، بيقف على النقاط، بيبدأ يوجهه إلى دورات وكورسات معينة يذاكرها. بعد كده بيخش معاه تاني عشان يحلله المشكلة. يعني رحلة، مش مجرد بس خطوة هياخدها وخلاص، مش مجرد استشارة دخل على ويب سايت او على قناة، بعد دخل فضفض شوية، الراجل قال له معلش وخرج والموضوع خلص. لا، دي فعلا رحلة محسوبة، خطوات واضحة، تشخيص للحالة، متابعة، تطبيق عملي، في حاجات بتحصل، مش مجرد الموضوع كله عايم وفي الآخر الشخص اللي جاي يستشير بعد ما بيفوق من الصدمة بيبص يلاقي نفسه كل اللي أنا عملته إن أنا دخلت اتكلمت شوية وخلاص. لا، لازم تحدد بالظبط برنامج اللي هيمشيه العميل بتاعك من أول ما يخش عندك. يعني هديك مثلا مثال، لو أنت عامل برنامج إصلاح العلاقة الزوجية في 30 يوم، عامل كده برنامج خاص بيه، يا جماعة لو انتوا عايزين تحافظوا على العلاقة الزوجية بتاعتكم خش معايا هذا البرنامج. تمام. طيب رقم واحد مثلا، أنا ده مثال، بتعمل رقم واحد جلسة تشخيص، رقم اتنين خطة مخصصة بعد جلسة التشخيص، رقم ثلاثة متابعة أسبوعية عملنا الإيه وعملنا إيه وصلنا فين، رقم أربعة تمارين عملية، رقم خمسة تقييم مستمر. النقاط المحددة دي بتخلي العميل وهو داخل لك فاهم هو هيخرج بإيه وواصل لإيه. للأسف في بعض الممارسات الغير صحيحة والخاطئة بيخلوا خاصة أمر الاستشارات ليه علاقة بسرعة القرار علشان خاطر ما يفكرش. يعني بعض الأماكن لما بيجي اللي عايز يستشير وهو مضغوط وهو عنده مشكلة معينة، أول ما بيخش على طول بيبدأ بتاع المبيعات يتعامل معاه، حول فلوس، يخش في دايرة مغلقة لحد ما يحضر في الاستشارة، بيخلص الاستشارة وهو فضفض وخلاص، وهو تايه مش فاهم هو عايز يعمل ايه. لو انت ادركت اللي انا قلته لك في الاول، اهمية الرسالة بتاعتك واهمية الكلمة اللي انت بتقولها، هتفهم كويس قوي طريقة التعامل مع هذا الشخص القادم ليك في الاستشارة. جاي ان شاء الله بعد كده واحنا بنتكلم على الاستشارات وعلى التسويق وعلى المبيعات هقول لك هتعمل ده ازاي. ولكن زي ما قلنا، اهمية وجود تصميم برنامج تشتغل عليه العميل بتاعك سواء داخل استشارات أو داخل لدورات معينة مهم جدا جدا. رقم 4 معانا في خطوات إنشاء الأكاديمية بتاعتك، لازم يكون عندك أدوات بسيطة، بلاش تكتر من أدواتك. وزي ما بنقول دايما حاول تخلي العميل بتاعك ما يخشش في دوامة خارجية. خلاص هو جايلك من على السوشيال ميديا ودخل عندك، بقى معاك، بقى طالب معاك، بقى جزء من أكاديميتك. ما تحاولش تتوهه، ما تحاولش تدخله في جروبات كتير، ما تحاولش انك تعمل له خطوات كتير، حاول يكون الخطوات واضحة. دخل استشارة، عمل استمارة، دخل حضر الجلسة، خرج منها بروشتة فيها كل البيانات او كل التفاصيل اللي هيعملها، دخل بعد كده دورة عملية، وهكذا امور بيمشي فيها الطالب بشكل واضح وظاهر جدا،
ما فيهوش اي حاجه مستخبيه. دخل عشان ياخد دوره معينه، خلصها في الوقت المعين، المخرجات بتاعته واضحه وكل حاجه واضحه. طيب دخل عن طريق تليجرام، دخل عن طريق واتساب، دخل عن طريق منصه، بلاش تخلي له كل حاجه في جروب واتساب، جروب تليجرام، في زوم، في منصه. بلاش تكتر عليه الوسائل التقنيه اللي بيستخدمها، لان هو اصلا ممكن يكون مش عنده درايه كامله بهذه الامور. فانت لو دخلته في الحاجات دي كلها ممكن تكون سبب في انك انت تتوهه، مش سبب انك انت تخليه يحب الاكاديميه بتاعتك. علشان كده بسط الادوات، ما تعقدهاش. لو لسه بتبدا، قناه تليجرام وجوجل ميت. لو متطور شويه ابدا بمنصه، مثلا منصه نظام الساس، منصه نظام الووردبريس، وابدا اشتغل عليها مع جروب التليجرام. خلاص بسطت عليه الامور اللي هو هيشتغل عليها، وهتبقى تقدر توصل له بسهوله، ويقدر يوصل لك بسهوله، ويستشعر ان هو شايفك قدامه. بعد كده هنتكلم في جرب عدد عملاء. طبعا لو انت لسه بتبدا، ما تبداش بعملاء كتير، جرب بعدد محدود الاول. ابدا اشتغل على، وبتشتغل على دورات، حتى لو بتشتغل على استشارات، ابدا شوف المشاكل بتيجي ازاي، ابدا شوف الاطراف بيتكلموا ازاي، ابدا شوف ازاي هتحلل العمليه الاستشاريه او الجلسه الاستشاريه اللي انت هتكون موجود فيها. بلاش تبدا مره واحده انك قادر تستوعب عدد كبير، بلاش تبدا مره واحده انك تستوعب وتدخل عدد كبير، وفجاه تبص تلاقي نفسك في مشاكل كتير ظاهره قدامك، ويبدا من هنا يحصل وقوع الاكاديميه. علشان كده في النقطه دي جرب مثلا في طلاب الدورات ب10 15 20، جرب باللايف الاول، بعد كده سجل وحطها على المنصه. جرب في الاستشارات باستشاره اتنين، ودايما خلي عندك ريفرنس، يعني خلي عندك مرجع ترجع له. خلي مثلا في شيخ معين، في مستشار معين تقدر ترجع له وتساله هل الاستشاره دي صح ولا غلط. دي ما فيهاش كبر، زي ما قلت لك انك انت مسؤول عن حياه بني ادمين، مسؤول عن اسره كامله. فما تحاولش يكون الموضوع بسيط وسهل ومجرد الكلام اللي يجي في ذهنك تقوله وخلاص. والغلطة الكبيرة اللي ناس كتير بتعملها أول ما تبدأ الأكاديمية، تروح عاملة إعلان، تجيب عدد كبير، تكتشف إن في مشاكل كتيرة جدا في النتائج، الثقة تنهار، صاحب الأكاديمية بيحبط، والأكاديمية بتتقفل. ولكن الصح إنك تشتغل بعدد قليل لو لسه بادئ، عشان تتست المسار بتاعك، بعد كده تحقق نتائج واضحة وتقيس النتائج ديت، توثق النتائج، بعد كده تبدأ تتوسع. تعالى بقى نختصر كل الكلام اللي احنا قلناه فوق دوت في نموذج عمل واضح قدامك. شخص عمل أكاديمية للاستشارات الأسرية. الشخص ده النتائج بتاعته بعد الكلام اللي احنا قلناه ده هتكون ايه؟ رقم واحد، الفئة بتاعته هي مثلا الأزواج أو الأزواج الجدد أو الزوج والزوجة. رقم اتنين، المشكلة خلافات أول سنة مثلا، هو بيحدد أهو. يبقى أول حاجة قال الفئة وأزواج جدد. رقم اتنين المشكلة واللي هي خلافات أول سنة. رقم ثلاثة الهدف، والهدف ده مثلا تقليل المشاكل بنسبة واضحة. رقم أربعة برنامج، برنامج هو رسمه وحطه كويس قوي بناء على خبرته. البرنامج ده بيقول جلسة تشخيص، خطة، ومتابعة. طيب الكلام ده هيتم عن طريق ايه؟ الادوات عن طريق جوجل ميت مثلا وتليجرام، او منصة وتليجرام، ايا كان الادوات اللي انت هتستخدمها. واخر حاجة البداية، ان انا لو انا لسه بادئ هبدأ بعدد قليل علشان ابدأ اتست نفسي، وابدأ افهم اكتر التفاصيل، وابدأ اجرب المنظومة اللي انا عملتها ديت، وبعد كده ابدأ اعممها على اي عدد انا عايزه. يبقى بعد ما خلصنا الكلام اللي احنا قلناه ده، النموذج العملي اللي انت ان شاء الله هتطلع بيه. صاحب أكاديمية معينة بتتكلم في نقطة معينة، فئتها واضحة، مشكلتها واضحة، هدفها واضح، البرنامج بتاعها واضح، الأدوات اللي بتستخدمها واضحة، وبدايته كمان واضحة، ودراسته لعملية البداية كمان واضحة. يبقى كده خلصنا الجزء الخاص ببناء أو خطوات بناء الأكاديمية التعليمية اللي خاصة بالإرشاد الأسري والاستشارات. نيجي بعد كده في النقطة الخامسة، وهي مسؤولية التأهيل. ودي نقطة إضافية خاصة بأكاديمية الإرشاد الأسري والاستشارات الأسرية. النقطة دي بتقول إيه؟ النقطة دي بتتكلم إن حضرتك لو أنت بتخرج مستشارين أسريين، تخيل معايا
كبر حجم هذه المسؤولية. انت مش بس بتعمل أكاديمية أسرة، أو انت مش بس بتخش كل بيت، لا، انت كمان هتكون مستشارين أسريين هيكونوا موجودين في كل بيت، هم اللي هياخدوا القرارات، هم اللي هيقولوا ممكن نعمل كذا أو نعمل كذا، هم اللي هيخشوا البيوت ديت، هم اللي هيحلوا الإشكالات والمشاكل دي. فتخيل عظم هذه المسؤولية. علشان كده قبل ما تكون مسؤول عن التأهيل بتاعهم لازم تكون فاهم ايه الخطوات اللي هيخطوها علشان يكونوا مؤهلين. يعني الموضوع مش مجرد مسار تعليمي هم هيمشوه، لازم تاخد بالك كويس جدا من الشخص المؤهل انك تديه الجزء اللي خاص بيه، مثلا ان هو يكون مستشار اسري، لانك ممكن تكون سبب في اصلاح بيت وممكن تكون سبب في تدمير بيت بسبب انك انت اعتمدت شخص غير مؤهل انه يكون مستشار اسري. علشان كده لو عندك امكانية انك تدي شهادة، بلاش تدي شهادة كده وخلاص، لازم تدي شهادة بناء على اختبارات قاسية بيمر بيها المستشار الأسري لحد ما يحصل على شهادة المستشار الأسري. وكمان وانت بتعتمده ما تركزش بس على فكرة الشهادة، ركز على المهارات اللي لازم يكون فيها الشخص ده علشان خاطر يحصل على هذه الشهادة. يعني خلاصة الموضوع لازم تختبره وتقيمه، تدربه وتتابعه بعد ما يخلص. كمان لازم يكون معاك فترة يتدرب معاك فيها على عملية الاستشارات، يبدأ ان هو يعمل استشارات ويبعت لك يسألك هل الاستشارات دي صح ولا غلط، هل فيها مشكلة ولا عيدها، وهكذا لحد ما تثق فعلا ان الشخص ده قادر ان هو يكون مستشار أسري يخش بيوت ويتكلم مع ناس. واقصد من يخش بيوت يعني هيطلع على صناديق مغلقة وهي المشاكل الزوجية. النقطة السادسة معانا وهي الميزانية. طيب الميزانية هتكون قد ايه؟ زي ما بقول دايما تقدر تبدأ الأكاديمية ديت لو عندك العلم والخبرة، تقدر تبدأها بدون فلوس خالص يعتبر، وهي انك انت تستخدم التليجرام وتستخدم السوشيال ميديا وتطلع انت كبيرسونال براندنج تتكلم في الاستشارات وتتكلم في الأسرة. هتبص تلاقي فعلا بدأ الناس تشوفك وتسألك، ولو فعلا كلامك وصل لهم والثقة قدرت توصل لهم هيبدأ ان هو يخش معاك سواء ياخد دورة او يسألك اسئلة كبيرة جدا. وعلى فكرة خاصة اكاديميات الارشاد الاسري تقدر ان هي بدون اي اعلانات خالص، فقط بان في حد متصدر هذه الأكاديمية كبيرسونال براندنج بيتكلم وبيشرح، يقدر ان هو يدخل ارباح كويسة جدا ويدخل استشارات ويدخل دورات عن طريق بس انه هو يكون فاهم اللي بيقوله، حاسس اللي بيقوله، لامس مشاكل الأسرة فعلا بجد. علشان كده تقدر تبدأ الأكاديمية بدون أي فلوس خالص. لو قدرت تعمل سوشيال ميديا بسيطة، قدرت تخلي فيه ديزاينر أو مونتير يبدأ يشتغل معاك على المونتاج وتنزل وتنشر حاجات انت تعبان في المحتوى بتاعها، تقدر تعمل بيها مبيعات وشغل كويس. ولكن ده مش الشكل طبعا البروفيشنال، في شكل أعلى وفي شكل أعلى. طيب الشكل المتوسط منه وهو ان حضرتك ممكن تعمل منصة، المنصة ديت بيكون فيها عملية الدورات بتتم فيها، زائد ان في قناة تليجرام بتتابع فيها الطلاب بتوعك، وبيتم مثلا عملية الاستشارات عن طريق جوجل ميت. ده هيكلفك تكلفة المنصة، وتكلفة المنصة هنا مش هتبقى كتير. لو انت عملتها مثلا بنظام الووردبريس او عملتها برمجة خاصة ممكن تبقى كتير شوية، ولكن الووردبريس ممكن يكلفك في حدود من 250 إلى 300 دولار تعمل لك منصة تعريفية بالأكاديمية، ويكون فيها كورسات ودورات وفيها براندنج كويس تقدر بيه تشتغل بيه مع الناس، زائد السوشيال ميديا بتاعتك وزائد قناة التليجرام اللي هم موجودين عليها، وتقدر من خلالها تتم عملية الاستشارات والتدريب. دي مش هتكلفك برضو كتير، تكون في الناحية في الجزء المتوسط في حدود من 300 إلى 400 زي ما قلنا بالمنصة، زائد بعض الإعلانات اللي ممكن تعملها. وجاي الحملة التسويقية أنا فارد لها جزء خاص بيها، لأن الميزانية التسويقية تقدر أنت بذكاء تختصرها جدا، وتقدر طبعا لو أنت أخطأت تتكبرها جدا وتكون مشكلة عندك. ولكن الميزانية التشغيلية محتاجة منصة، ممكن تبقى محتاج بعض الموظفين اللي مرتباتهم لا تتعدى
ال $300. يعني بتتكلم في لو هبدأ أكاديمية خاصة بالإرشاد الأسري والاستشارات، أقدر يكون معايا ميزانية من $500 إلى $1000 أبدأ فيهم بمستوى متوسط ومستوى عالي كمان، ودي ميزانية واقعية جدا تقدر تشتغل بيها. رقم 7 معانا التسويق للأكاديميات الخاصة بالاستشارات الأسرية والإرشاد الأسري. زي ما قلنا إني ما أقدرش أقول لك مثلا إن ميزانية التسويق هي رقم محدد، إلا إذا قلت لي أنت مدى شطارتك عاملة إيه في فهم الأمور اللي جاية دي. رقم 1 لازم تفهم طبيعة القرار اللي خاصة بالعميل بتاعك. تمام كده؟ زي ما قلنا فوق، اختار الفئة، اخترتها، افهم بقى العميل ده بيفكر ازاي. يعني العميل ده بيفكر لما تجيله مشكلة، بيفكر هو قلقان، بيفكر وبيته مثلا مهدد تحت تهديد حاجة معينة. طيب هل ده مستني إعلان؟ هل الشخص اللي عنده مشكلة هل مستني إعلان؟ لا طبعا ده مش مستني إعلان ممول، يعني مش إعلان ممول هيظهر له ممكن ده اللي يخليه يروح يحل مشكلته. تمام؟ طيب العميل في الجزء ده أو في الوقت ده بيدور على شخص آمن، شخص ثقة، مش أي شخص وخلاص. علشان كده في الجزء ده لازم تهتم جدا بفكرة الثقة، لازم تعمل ما بينك وما بين العميل ثقة. طيب ده يحصل ازاي؟ ده يحصل على قواعد أساسية، والقواعد ديت خلاص بقت هي الأساس في أصلا الخدمات التعليمية، وهي إن يكون في بيرسونال براندنج أو حد يكون هو بيتكلم باسم الأكاديمية. الشخص ده هو اللي يبدأ يطلع يتكلم، يعمل ريلز، يعمل فيديوهات، يتكلم على المنهج الأكاديمية، يتكلم على الاستشارات، يتكلم على كل الأجزاء دي، يبني ثقة ما بين العميل وما بين الأكاديمية. الشخص ده هيكون دوره هو بناء هذه الثقة. تمام؟ طيب يبقى أول حاجة زي ما قلناها هو البيرسونال براندنج. أنا لسه ما جتش جنب الإعلانات ولا قلت إعلانات ممولة ولا غيرها. أنا كل اللي بعمله دلوقتي إن المحتوى بتاعي اللي ممكن أنزله تكست وممكن أنزله تصميم وكل حاجة، لكن أنا هعتمد بيرسونال براندنج أو هعتمد شخص هو اللي هيكون متحدث رسمي باسم الأكاديمية، يتكلم في التفاصيل الخاصة بيها، يتكلم في الأمور المتعلقة فيها، يتكلم في المحتوى، يتكلم في البرامج، يتكلم في الأمور التدريبية التعليمية، نصائح وحاجات تعليمية تفيد الأسرة، ومن هنا بيتبني الثقة. طيب بعد بناء الثقة اللي خاصة بالبيرسونال براندنج اللي هو هيقدمها عن طريق محتوى دعوي، اللي هو عن طريق محتوى تحليلي اللي حصل فيه الاستشارات وهكذا، أو محتوى تصحيحي، اعمل كذا بدل ما تعمل كذا، عامل زوجتك بالطريقة الفلانية بدل الطريقة الفلانية وهكذا، هو ده اللي هيبني هذه الثقة. طيب لو ما فيش شخصية إعلامية أو شخصية عادي جدا، ممكن تجيب حد يكون أهل ثقة معاك في الأكاديمية يتولى هو إنه يطلع هذا الكلام. يعني مش لازم يكون الأونر أو صاحب الأكاديمية أو الشخص المستشار الأسري، لا، ولكن حد فاهم جدا وحاسس جدا باللي هو بيقوله ومستشعر بأهمية الحاجات اللي هو بيقول. يعني زي ما قلت لك ممكن يكون هو شخص عادي جدا، ممكن يبقى مدرب أو مستشار داخل الأكاديمية، ممكن يبقى شخصية عامة إعلامية أو داعية يتكلم باسمك. الفكرة إن الثقة تتبني عن طريق الشخص دوت مع العميل بالنسبة للأكاديمية. نقطة مهمة جدا معانا وهي آراء الطلاب أو آراء العملاء بتوعك بعد ما مشيوا خطوات في الأكاديمية بتاعتك. لازم تهتم بهذه الآراء، لازم تهتم إنك تعرضها للناس، لازم تعرف الناس قد إيه أنت بتقوم بالحاجات اللي أنت قلتها بالفعل، ما بتخدعهمش. والنقطة دي في غاية الأهمية، لأن أكتر حد ممكن يقول أنت صادق ولا مش صادق هو الشخص اللي جرب بنفسه. فالشخص اللي جرب بنفسه لما يطلع هو بنفسه ويقول إن أنا مشيت تجربة كبيرة جدا مع الأكاديمية وقدرت أستفيد 1 2 3 ويبدأ يتكلم في الأجزاء ديت، انت هنا بتقول للعميل التاني اللي هو بيتفرج على الرأي ده ان انت فعلا صادق، ومن هنا بنبني الثقة. يبقى بيرسونال براندنج عشان نبني ثقة، وكمان رأي عملاء عشان نبني ثقة. بيرسونال براندنج ده يعتبر ظهر للأكاديمية، بيدعم الأكاديمية، أما آراء العملاء يعتبر عصب الأكاديمية، هي اللي بتخلي هي بسببها بالأكاديمية بفضل الله وبإذن الله تستمر.
طيب تخيل معايا ان رأي العميل بتاعك وهو بيتكلم سواء ريكورد او حتى تكست، مش لازم أن يطلع يتكلم فيديو يعني. تخيل ان هو قال ان انت بتحافظ فعلا على الخصوصية. طبعا بالنسبة لأكاديمية إرشاد أسري واستشارات أسرية، الخصوصية فيها على أعلى مستوى، على أعلى مستوى، وعدم تداول الكلام ما بين حتى العاملين على أعلى مستوى. لازم تدرك ده جدا. فتخيل العميل فهم ده واستشعر قد إيه في خصوصية في كل كلمة هو بيقولها. فتخيل هو قال الكلام ده، فقد إيه أنت زرعت الثقة في عملائك. وخد بالك طبعا الأجزاء اللي خاصة بالحفاظ على الخصوصية، أو إنك ما تكشفش طبعا التفاصيل الحساسة في المشاكل، أو حتى إنك أنت ما تستعرضش اللي حاصل في الاستشارات بشكل يعني جارح أو وما شابه. دي أمور لازماك على طول أثناء ما أنت شغال في أكاديمية الإرشاد الأسري والاستشارات الأسرية. وأي خطأ في خروج بعض المعلومات أو تسريب بعض المعلومات اللي خاصة بالأسر اللي جات لك وحضرت معاك، في أخطر الخطورة، سواء كان في دمار الأسرة أو في دمار الأكاديمية. طبعا محدش هيثق فيك أبدا تاني. عشان كده خليك تكون حذر جدا، ودي أمانة، واستشعر أمانة هذا الكلام. علشان كده وفي الجزء اللي احنا بنتكلم فيه، ما تخليش اي حد مستشار، وما تسلمش اي حد شهادة انه يكون مستشار. دي في غاية الاهمية. يعني خليني اقول لك كده المعادلة الذهبية اللي هتحل لك الجزء اللي خاص بالتسويق. لسه ما اتكلمتش في اعلانات ممولة خالص. شخص موثوق، سواء بيرسونال براندنج، شخص حد من المستشارين اللي شغالين معاك ايا كان، شخص واجهة موثوق فيه، حضور اعلامي واضح ومستمر وتعليمي، نتائج وتجارب حقيقية من العملاء، وتوصيات قوية من العملاء. كده قدرت تعمل ميكس تسويقي فوق الممتاز جدا، تقدر تخش بيه السوق وانت مستريح. طيب هتيجي بقى الجزء اللي خاص بالإعلان الممول. أعمل إعلان ممول. لو قدرت تنفذ النموذج اللي أنا لسه قايله حالا، اعمل إعلان ممول يدفع لك النموذج ده إلى الأمام، يزود شوية النموذج ده. لكن لو ما عملتش النموذج ده، فما تعملش إعلان ممول، لأنك بتدفع فلوس على الفاضي. بعد كده خلصنا الجزء اللي خاص بالتسويق. تعالى بقى جوه التسويق نتكلم برضو على المبيعات. احذر 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 انك تتعامل في المبيعات اللي خاصة بأكاديمية الإرشاد الأسري والاستشارات الأسرية معاملة هات فلوس وخلاص، معاملة بيع. خد بالك الشخص اللي بيجيلك بيكون محمل بالأعباء، محمل بالأفكار، سواء حتى لو كان هي أسرة سعيدة عايز ياخد دورة علشان خاطر ينمي من أسرته أو يطور من أسرته، برضه هو داخلك بجزء من المشاعر الجميلة اللي عايز يطبقها عن طريق الدورة. أو واحد داخلك وهو متضايق وتعبان لأنه عنده مشكلة أسرية معينة، أكيد وهو بيكلمك وبيكلم شخص خاص بالمبيعات مش مستني منك أبدا إنك تكون جاف معاه، إنك تكون شديد معاه، إنك تقول له حاجات صارمة غير قابلة للنقاش. لازم تفهمه في الأول إنك أنت بتتعامل معاه لحل مشكلته، أو بتتعامل معاه لإنجاز دورة معينة هتفيده في أسرته. لازم يشعر معاك بمشاعر اللي هو داخل بيها، ما يبقاش هو داخل بمشاعر معينة ويقابل مشاعر تانية عكسها، لأن ده طبعا هيخسرك كتير جدا. مش فكرة هيخسرك مبيعات، هيخسرك ثقة العميل. هيقولك الأكاديمية دي بتاعت فلوس، هو قال $50 يبقى $50، قال $100 يبقى $100، ولا تفاوض ولا نقاشات ولا القصة دي. وده مش معناه ان انا بقول لك انك تهمل المبيعات وتخلي اي حاجة في اي حاجة، ما بقولش كده خالص. ولكن لازم فريق المبيعات بتاعك يكون مدرك جدا مين بيخاطبهم وبيخاطب مين وبيكلمهم ازاي، والمشاكل الناس دي عندهم عاملة ازاي. يعني ما ينفعش عميل داخلك وهو عنده مشكلة كبيرة جدا أسرية، وانت عمال تكلمه مثلا في تفاوض ما بين، هو قال لك انت قلت له 100 قال لك 80، وانت عمال تفاوض معاه في ال20 او تتكلم معاه في الجزء ده. الا اذا كان طبعا انا فاهم ان في امور معينة تارجت وحاجات زي كده انت احيانا بتكون مضطر ليها، ولكن حاول العميل ده
ما يخرجش منك وهو مش متم الاستشارة، وهو انت سايبه وهو لايص وهو ضايع وهو حاسس بمصيبة كبيرة. حل معاه المشكلة، تفاوض معاه على التسعير، حاول توازن ما بين فكرة انك بتنقذ انسان من الموت ربما، او من دمار حياته، او من اتخاذ قرارات غاشمة او قرارات وحشة في اوقات صعبة، من ان هو يتحول الى انسان هادي وانسان مشكلته محلولة. فحط دايما في الاعتبار هذا الاعتبار وانت بتتعامل معاه، حط دايما في ذهنك هذا الاعتبار وانت بتتعامل معاه. فتحذير لفريق المبيعات اللي بيتعامل مع أكاديمية الإرشاد الأسري والاستشارات الأسرية، خلي بالك وانت بتتعامل مع الناس اللي جايالك ان هم جايين محملين بمشاعر معينة. هنتكلم على قائمة بالأخطاء القاتلة في التسويق. تمام. رقم 1، ما تبالغش. رقم 2، الوعود السريعة، بلاش تعمل له وعود كتير قوي على السوشيال ميديا وانت مش قدها. رقم 3، الضغط في البيع، وزي ما قلنا اتعامل ازاي في البيع. رقم 4، طبعا كشف أسرار العملاء، ده خط أحمر أبدا ما تقربش ليه. آخر حاجة التقليل من تعقيد المشكلة، يعني العميل اللي جاي لك سواء أنت في خدمة العملاء أو المبيعات أو المستشار نفسه، حاول ما تقللش من حجم المشكلة، لأن الشخص اللي داخلك وشايف أن المشكلة ديت هي سبب لدمار حياته أو أن حياته كلها مظلمة، فبلاش تتعامل معاها معاملة أن ديت مشكلة بسيطة جدا وحلها بسيط وتقلل له من المشكلة. وفي نفس الوقت ما تفخمش المشكلة جدا اللي هو يدمر نفسه، لا، ولكن افهم المشكلة ايه وحاولها. علشان كده في مجال عملي ووصول الكتير جدا من المستشارين، قليل جدا من اللي شفتهم بيتعاملوا مع الأمور ديت معاملة الورقة والقلم، الحسابات. يعني يقدر يقيم العلاقة عن طريق بعض الأسئلة، يطلع لها رقم، والرقم دوت يكون سبب في حل مشكلة معينة. في كتير جدا جدا من المستشارين بيعتبر ان انا اسمع الشخص وان انا احاول اطبطب عليه هو حل للمشكلة. لكن بصراحة في ناس غيرت مفهوم الإرشاد الأسري وبدأت إن هي تشتغل على دورات وتشتغل على قواعد وبنود تقدر تخلي أي مستشار أسري يحكم على العلاقة، يحكم على قد إيه العلاقة ديت فيها دمار، أو قد إيه العلاقة ديت فيها قابلية للنجاح وما شابه. طبعا علشان كده يا جماعة لو سمحت نحاول بقدر المستطاع ندرس من جهات مسؤولة وجهات متخصصة، وندرس صح قبل ما نخش في الجزء ده. فدي المشاكل التسويقية اللي اوعى تقرب لها، لأنها هتدمر لك العملية التسويقية كلها. وزي ما قلت لك على النظام التسويقي، الزمه إن شاء الله بإذن الله، وهيكون بالنسبة لك نجاح. والإعلانات الممولة كام وإزاي وتكلفتها قد إيه والكلام ده كله، اعمل بس أنت الأول النموذج وحط أي فلوس إعلانات ممولة على النموذج ده هتدفعه إلى الأمام. بعد ما خلصنا رقم 7 وهو التسويق وبناء الثقة، هنخش على رقم 8 وهي بناء النظام الداخلي. اتكلمنا فوق حتة صغيرة عن بناء النظام الداخلي، وهو ان احنا نحط مسار واضح للعميل. هنا بقى نتكلم على نظام بالتفصيل. خد بالك ان النظام الداخلي اللي يخش فيه العميل بتاعك او الطالب بتاعك لازم يكون نظام واضح، نظام بسيط، نظام سهل الوصول ليه، نظام يستشعر ان هو قريب منك مش ان انت بعيد عنه خالص. يعني عملت نظام حجز، عملت متابعة للحالات مثلا فيما بعد او اثناء، عملت طبعا نظام السرية الكاملة، عملت تقييم مستمر، عملت مثلا دورات، عملت كذا، دخل سجل على الويب سايت، بعد ما سجل على الويب سايت بدأ يتعلم معاك الدورة، دخل على التليجرام عشان يبدأ يسألك او يخش معاك لايف. نظام تعليمي او استشاري واضح جدا انت ملزم بيه نفسك قبل ما يلتزم بيه الطالب، علشان خاطر انتوا الاتنين تكونوا عارفين النظام اللي هيمشي فيه من اول ما هيخش الاكاديمية لحد ما يخرج من الاكاديمية، وكمان وانا بتابعه فيما بعد البيع. كده خلصنا نظام او بناء النظام. هنخش في رقم 9 وهو فهم العميل زائد معايير النجاح. زي ما قلت لك في ال10 نقط اللي انا قلتهم في الاول، هنا معايير نجاح حطها قدامك، حاول بقدر المستطاع تركز فيها. ان شاء الله باذن الله تكون مؤشرات او كيوردز، كلمات مفتاحيه بسيطه تساعدك على النجاح. رقم 1 من معايير النجاح المهمه جدا وهي
مدى رجوع العملاء ليك تاني. لازم تاخد بالك من رحلة العميل بتاعك، لازم تعمل تراكنج للعميل ده، دخلك وخرج وما جاش تاني خالص، ولا دخلك وخرج وبدأ ياخد منك دورات، ياخد استشارات، بدأ يحصل عملية احتفاظ بالعميل. ده مؤشر قوي جدا لعملية النجاح. تاني حاجة ان هو يرشحك كمان لغيره، يعني يبدأ كمان يبعت للناس أو يكلم الناس عنك أو يقول رأيه بكل ثقة أو يشكرك برسالة قوية جدا ويعبر فيها عن مدى امتنانه بوجوده في الأكاديمية ديت. كمان أنه يحصل على تغيير حقيقي، ان يبقى في تغيير حقيقي حاصل لهذا الشخص، والشخص بدأ يشتغل معاك، بدأ يقول لك أنا محتاج أنشر الوعي ده للناس، ممكن أشترك معاك، ممكن في بلدي، ممكن في دولتي أكون سفير ليك. كل ده معايير ممتازة جدا من معايير النجاح اللي لازم تحطها قدامك. طبعا في معايير كتير جدا، ولكن اختصرت لك المعايير اللي لما كنا بنشوفها في الاستشارات وأثناء العمل كان بيبقى بالنسبة لنا ده نجاح كبير جدا. وبكده احنا وصلنا لآخر نقطة معانا، وهي الخاتمة، وهي فيها مفاجأة صغيرة أو مكافأة صغيرة. بما ان احنا اشتغلنا من رقم 1 لرقم 9 وفهمت الأكاديمية بتاعتك وفهمت كل التفاصيل اللي فيها، وكمان بنيت التسويق بتاعها، وكمان عملت النظام الداخلي، وكمان عرفت قواعد النجاح، فخليني اقول لك ان في جزء لسه مستخبي شوية. الجزء ده هو الجزء الإداري، الجزء الاستراتيجي، الجزء اللي شوية فيه ورقة أو قلم وفيه شتات إكسل وفيه حلول وهكذا. الجزء دوت انا ما سبتهولكش، انا كمان عامل لك دورة هندسة الأكاديميات والمعاهد التعليمية، دورة بفضل الله هتلاقيها كلها مجانا على اليوتيوب، تقدر تخش تذاكرها وتعرف من البداية للنهاية ازاي تبني الأكاديمية بتاعتك بناء علمي إداري منضبط. ده مستوى أول هتلاقيه موجود على اليوتيوب، وكمان في منه مستوى تاني وتالت ورابع جاري إن شاء الله الإعداد للثلاث مستويات التانيين دول. هو مستوى إن شاء الله بإذن الله لما تبدأ أكاديميتك وتبدأ تكبر وتبدأ يبقى فيها عدد طلاب هتحتاج للمستويات الكبيرة ديت إنك تذاكرها وإنك تستوعبها كويس. ودورة هندسة الأكاديميات والمعاهد التعليمية المستوى الأول هتلاقي كمان ليها قناة تليجرام، أي نعم هي مدفوعة، ولكن بنقدم فيها بعد ما تذاكر الكورس وتمتحن وتجيب درجة كويسة، بنقدم فيها استشارة تأسيس، ازاي تأسس وايه الحاجات المهمة اللي لازم تركز عليها. زائد كمان بيبقى فيه متابعة ليك أسبوع مع فريق العمل عملية التنفيذ لحد ما نطمن عليك إنك أنت بدأت الأكاديمية بتاعتك بسلام وبدأت إن شاء الله تشتغل فيها. وفي الختام تذكروني دايما بدعوة كويسة، وإن إن شاء الله ربنا عز وجل يحتسب هذا العمل في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.